كل راجل جدع وابعد على كل راجل مش جدع، عشان انت عارف ان اخوك صفصف راجل جدع. الفيديو النهارده هيكون تالت حلقه من راب كورس، السلسله اللي احنا موقفينها بقالنا كتير، ولكن في نفس الوقت انا بشوف دعم عليها، فقررت ان نحاول على قد ما اقدر ان احنا نكمل، لان الفتره دي مسحول اكتر في التراكات. الفيديو بتاع النهارده هيكون فيديو عنيف شويه، ومش قصدي عنيف ان انا هكون انا اللي عنيف، هو المحتوى ذات نفسه هو اللي عنيف. اتمنى يوتيوب ما يزعلش من دوت. الفيديو بتاع النهارده هيكون عن الدس والبيف، يعني ايه الكلام ده وايه مفهومه وبيحصل ازاي وحصل في ايه قبل كده في الرابسي. اولا لو هنتكلم عن الرابسي المصري انا ما رجحش، لان البيفات عندنا صباح الفل. هنتكلم عن البيفات هنرجع ايام دينيو وابيوسف تراك 3 اكسات، هنرجع لايام دراجونيل وابيوسف، هنرجع لايام ارب ليج وعدم الانحياز، هنرجع قوي قوي قوي. فلان دلوقتي ما بقاش فيه المفهوم ده، لان الرابرز بقوا مشهورين، بقوا نجوم شباك، بقوا ممثلين في افلام، الموضوع كبر قوي منهم، فما بقاش في مجال لان حد يعمل بيف مع حد بمفهوم البيف الحقيقي. اولا بيج سمولز 1000 تراك واتس بيف بيف يو وانا تو جانز تو جانا سليب بيف يور مومز اند سيف ان ذا ستريتس بيف از وين اي سي يو يو ويل بي ان اي سي يو. ايه ده مفهوم البيف عنده. هو بيقول لك يعني ايه بيف يعني لما اشوفك انت، يعني انت محتاج تنام جنبك مسدسين، انت والدتك مش امان في الشارع، وانا لو شفت والدتك وانت شتمني في اغنيه بتاع انا هقف اسلم عليها واخدها بقى اقتلها. بيف وانا تو جانز تو جانا سليب مومز اند سيف ان ذا ستريتس. ده كان مفهوم البيف وقتها، وعشان كده كنت بتلاقي ان 90% من الرابرز القدام كانوا بيموتوا للاسف مقتولين. يعني مثلا على سبيل المثال عندك بيجي ميت مقتول، توباك ميت مقتول، تريبل اكس تنتسيون، بوب سموك، تقريبا الرابرز كلهم، يعني الرابرز كلهم القدام وحتى بعض الجداد بيموتوا الموتة البشعه دي. ليه؟ لان مفهوم البيف بره غير عندنا تماما. لو شفت مثلا تراك هو اي سموك، ده تراك واحد بيغني بيقول لك ايه، هو اي سموك تيكي هو اي سموك، ده يعني لو انا قتلت مين فلان، انا وهو بجد عمل كده بجد. تراك هو اي سموك، خش اسمعه، ده فعلا يعني فاهم. الموضوع لما جه عندنا مش عارف بدانا نشوف حاجات ايه كده بسيطه، ناس كتاكيت بتحاول تعمل ده، شفنا ناس بجد بتحاول تأدي ده. كردي يعني كلنا عارفين الخناقه بتاعته هو خليفه ومش عارف ايه، وهو اصلا الصيت بتاع كردي 90% منه مبني على القصه دي، فالموضوع كان كبير. ولكن للاسف دلوقتي مفهوم البيف اتغير. خلينا نمشي بالراحه. يعني ايه بيف اصلا؟ بيف يعني مشكله بين اتنين رابرز، انا دلوقتي بتكلم عن سياق الراب، يعني مشكله بين اتنين رابرز بيحلوها بالاغاني وفي الشارع. بيحلوها في الاغاني عن طريق ايه؟ عن طريق الدس، اختصار الديسريسبكت، ان انا بقدم تراك انا بنتقدك فيه كشخص. الفكره هنا مين اللي بيكسب؟ هل اللي بيهين التاني اكتر ولا اللي عامل تراك قوي؟ هنا بقى المعضله اللي حصل. كان الموضوع ده اتقسم فيه فريقين، ناس بتقول لا الفكره ان انا ادغدغ خصمي، ان خصمي يتاذي، وناس تانية بتقول ان اعمل اغنيه الفان يحبها. لو الفان حابب ان انا ادغدغه اوكي هدغدغه، بس الفكره ان لازم الفان يكون مبسوط من اللي انا بقدمه، ان الاغنيه تنجح، الاغنيه تتسمع. هو ده اللي كان بيحصل زي ما شفنا مثلا في تراك لونكس وتراك هيت ام اب توباك وبيجي، اشهر بيف حصلت في التاريخ. لو ما تعرفهاش يبقى انت عندك مشكله كبيره جدا. المهم يعني ان كانوا بيحاولوا يقدموا منتج فني حلو، مزيكا حلوه، ليركس ورايمز صايعه، فاهم ازاي؟ بلس برضو ان هم بيهزقوا الخصم. ولكن ايه الاهم من وجهه نظري؟ ان انت تعمل تراك حلو، لان احنا مش واقفين بنردح في السوق، احنا مش بنردح لبعض، لا لازم يكون في سكيلز راب، لازم يكون في تراك منتج فني اخير حلو اقدر اسمعه. يعني مثلا زي ما شفنا في الكلام الفارغ اللي حصل من فتره اللي مش عايز اسميه بيف، كان الجوكر بيدس بيوسف. كان الموضوع عباره عن ايه؟ يا اللي بتضرب، يا اللي مش عارف ايه، يا ابوك ماله وامك مالها، انت بتردح، انت كده انت يعني واحده بتبيع بلح في سوق الاربع واقفه بتردح. الموضوع مش اكتر من كده، فاهم؟ انت مش كده قدمت ايه، انت كده عملت ايه، فين السكيلز، فين الراب بتاع. في الوقت الثاني ابي يوسف كان بيعمل ده برضه، ولكن كان بشكل صايع وبسكيلز حلوه. ما كان بيقول له بعت ولاد دايرتك لاجل الراب، لاجل الهرم مع الانتاج، ومع الجوكر على الارشاد. شايف الرايمز عامله ازاي؟ انتاج، ارشاد، الراب مفيش ولا حرف متكرر في الاخر، سلنت رايمز، عامل سكيلز. هنا البوينت. والتراك مليان ميتافورز وبتاع. طبعا هو كده دسين وحشين والبيف كلها زباله، ولكن ابي يوسف تفوق في الحته دي. انا مش عارف هم حابين يعدوا دلوقتي ليه، انا مش عارف هم بيعرفوا منين انا بصور. المهم ان مساله البيف مش بس ان انت تهزق خصمك، هو ان انت تهزقه وفي نفس الوقت تعمل تراك حلو. وبس كده لحد هنا، دي تكون الحلقه الثالثه من راب كورس. لو الحلقه عجبتك ما تنساش تلايك وتشير وتخش تشوف التراكات اللي انا منزلها، وتستنى بقيه السلسله. وفي فيديوهين نزلوا قبل كده ممكن تخش تشوفهم، هتلاقيهم في الديسكربشن. وبس كده، بيس.